اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. النهارده حلقتنا مولعه نار وكلها اخبار جديده وكلها اخبار حصريه. والنهارده اول حاجه هنتكلم عليها دوري ابطال افريقيا، البطوله الاكثر اهميه في القاره الافريقيه او القاره السمراء. زي ما انتم عارفين ان النادي الاهلي وصل للنهائي هيلعب الترجي في رادس على الملعب الاوروبي يوم 18/5، ده الذهاب ان شاء الله. بالمناسبه ان الاهلي قابل الترجي 24 مره، الاهلي فاز فيهم 12 مره وتعادل 8 مرات مع الترجي، والترجي فاز على الاهلي 4 مرات. القيمه التسويقيه للنادي الاهلي 31 مليون يورو، والقيمه التسويقيه لنادي الترجي التونسي 17 مليون يورو. هداف البطوله دي زي ما انتم عارفين حسين الشحات، ويليه مصطفى فتحي، واكثر صانع العاب علي معلول. الهدافين حسين الشحات ومصطفى فتحي 4 اهداف، وصانع الالعاب علي معلول 3 اهداف. كل التمنيات للنادي الاهلي المصري الكبير، وزي ما انتم عارفين ان انا مشجع نادي اهلي كبير قوي، بالتوفيق لنادينا العظيم 11 مره وان شاء الله اللقب ال 12. وبمناسبه ان الترجي كسب 4 مرات البطوله دي. نروح على الخبر الثاني والكونفدراليه. وزي ما انتم عارفين اللي صعد للنهائي نهضه بركان ونادي الزمالك المصري. الماتش دوت هيتلعب الذهاب بتاعه يوم 12/5 على ملعب البلدي ببركان، والاياب بتاعه هيكون يوم 19/5 في استاد القاهره. زي ما انتم عارفين ان الزمالك حصل مره واحده على البطوله دي، على بطوله الكونفدراليه، ونهضه بركان حصل مرتين على البطوله دي. تاريخ مواجهات الناديين لعبوا بعض مرتين، مره فاز فيهم الزمالك ومره فاز فيهم نهضه بركان. القيمه التسويقيه لنادي الزمالك 19 مليون يورو، والقيمه التسويقيه لنهضه بركان 9 مليون يورو. بالتوفيق لنادي الزمالك طبعا، نادي بلدي العزيزه. دوري ابطال اوروبا، البطوله الاكثر شعبيه في العالم كله بقى، مش في القاره السمراء. زي ما انتم عارفين ان الذهاب اتلعب ومستنيين الاياب هتلعب يوم 7/5 و8/5، والنهائي هيكون 1/6 على ملعب ويمبلي بالعاصمه الانجليزيه لندن. الذهاب خلص على ايه؟ خلص ان دورتموند فاز على باريس 1-0 في المانيا، والريال وبايرن اتعادلوا 2-2. زي ما انتم شفتوا الماتش، طبعا كان الماتشين الصراحه يعني كانوا عالميين، بس اللي كنت كل عايز اقوله ماتش الريال وبايرن، الهدف بتاع كروس وفينيسيوس يا جدعان، جون الصراحه يعني عالمي اقسم بالله. مستني فينيسيوس ينزل تحت عشان يسحب السيرد باك في ايده، ووصل لغايه نص الملعب، ومره واحده كروس بيعمل له كده وبيلعبها من وراهم. صراحه الجون عالمي يعني بجد، والله العظيم لو قعدت اتكلم لغايه بكره الصبح يعني بجد، يعني ناس بتلعب كوره فعلا، ناس تبسطك انت بتتفرج عليها. دورتموند بقى وباريس سان جيرمان، انا اللي شايف البطل الحقيقي الجمهور دورتموند. يا لهوي ايه ده، انا بتفرج على فيديوهات ليهم، الناس دول مجانين كوره فعلا. ده في التمرينه بتلاقيهم موجودين، بره التمرينه موجودين، قبل الماتش بتلاقيهم نايمين بره في الشارع، قبل التمرينه بتلاقيهم نايمين بره في الشارع. الصراحه يعني جمهور غريب وجمهور عظيم فعلا. جمهور دورتموند ده انا ما شفتلوش يعني فعلا مثيل والله. اللي ما بيشوفش جمهور دورتموند يا جدعان فعلا ما بيشوفش جمهور والله. البطوله دي زي ما قلت لكم هتلعب النهائي بتاعها يوم 1/6 على ويمبلي في العاصمه الانجليزيه. دورتموند وباريس سان جيرمان لعبوا بعض 7 مرات، فاز فيها مرتين دورتموند وفاز فيها مرتين باريس، وتعادلوا 3 مرات. القيمه التسويقيه لدورتموند 464 مليون يورو، والقيمه التسويقيه لباريس مليار يورو. هيلعبوا على ملعب ديس برنسيس في فرنسا. هنشوف بقى مين اللي هيصعد للنهائي. طبعا بايرن وريال مدريد هيلعبوا على ملعب سانتياغو برنابيو. القيمه التسويقيه بتاعت ريال مدريد مليار و40 مليون، القيمه التسويقيه بتاعت بايرن ميونخ 931 مليون يورو عفوا. الاثنين لعبوا بعض 26 مره، 12 مره فاز فيهم الريال، 11 مره فاز فيهم البايرن، وتعادلوا 3 مرات. مستنيين الماتشات دي على نار فعلا يعني، والواحد بجد بيبقى يعني مستني الماتش ده باي طريقه. هلا مدريد. الدوري الانجليزي، والصراع قائم بين 3 فرق، وزي ما انتم عارفين ان هو في الجوله ال 35 ما عدا السيتي هو اللي لعب 34 ماتش بس. الارسنال والسيتي وليفربول. ارسنال 80 نقطه، السيتي 79 نقطه، ليفربول 75 نقطه. على ما اعتقد ان بكره السيتي هيلعب، هيبقى بماتش 35 وبرضه هيبقى راكب الدوري،
وانا شايف ان السيتي لما بيركب الدوري اصلا مش بينزل تاني. بقاله سنتين او 3 سنين اول ما بيركب الدوري قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. بالنسبه بقى لخناقه صلاح ويورجن كلوب اللي الدنيا كلها مقلوب عليه. صلاح كان بيلعبوا كفرقه ليفربول كانت بتلعب وست هام، وطبعا زي ما انتم عارفين الدنيا فيه شد يعني عشان خاطر اللي مره واحده السيتي ده هرب يعني وفلت منيهم، وهم مستغربين كنا ايه يعني دلوقتي كام نقطه بينه وبين الاول؟ 5 نقط. ففي مشكله كبيره. طبعا صلاح وكلوب شادين مع بعض. الدقيقه 81 كان فايز ليفربول على وست هام 2-1. اول ما جاب وست هام الجون الثاني يورجن كلوب قرر ان هو يطلعه من الاحتياطي ويخليه ينزل الملعب، ويمكن ده مش الماتش الاول، ده الماتش الثاني او الثالث. بس صلاح المفروض نازل الملعب، المفروض يورجن كلوب اي حد نازل من اللعيبه اللي قاعدين في الاحتياطي بيسلم عليهم وبياخدهم بالحضن، زي يعني بيديهم حافز وبيديهم دعم يعني. صلاح نزل من على دكه الاحتياطي وعمل نفسه بيربط الفوتبول وعمل نفسه ان هو مش شايفه. طبعا يورجن كلوب راح شاور بايده وراه وقال له ايه؟ قال له لا انا ممكن ارجعك ورا تاني، ارجعك على الاحتياطي تاني. ومن هنا قامت الدنيا. الكلام دي كلها مين اللي قالها؟ تقرير صحفي من صحفي انجليزي كان قاعد وراهم بالظبط. طبعا صلاح اتسال بعد الماتش ايه اللي حصل ومش ايه اللي حصل، قال انا لو اتكلمت انا هفتح النيران والموضوع هيكبر جدا. ويورجن كلوب لما اتسال قال له انا اتكلمت معاه في غرفه خلع الملابس والموضوع انتهى. والله انا في رايي برضو ان صلاح ما ينفعش يعني كان يتعدى على الكابتن بتاعه، وده رايي الشخصي يعني. بس كل واحد يكتب رايه بقى وتعليقاته. كاس العالم للانديه واخبار جديده جدا. كاس العالم للانديه اول مره في التاريخ 4 انديه عربيه هتصعد للكاس العالم للانديه. الاهلي والوداد والترجي ده من افريقيا، هو مش نادي عربي، صن داونز افريقي برضو. النادي الرابع العربي الهلال بطل اسيا. العين الاماراتي لو فاز بالبطوله السنه دي هيبقى هو النادي الخامس اللي هيصعد لكاس العالم للانديه. البطوله دي يمكن اول مره نشوفها، واول مره يعني هتبقى غريبه جدا، لان الاهلي المصري بقى والوداد والترجي وصن داونز هيلعبوا بقى ريال مدريد والسيتي واليوفي وانتر ميلان والدنيا يعني واتلتيكو مدريد، يعني في شويه اسامي انا مش عارف ايه اللي هيحصل يعني. بس ده انا متاكد يعني ان هو هيعمل تطوير جامد جدا في الكره الافريقيه والكره العربيه. حتى على الاقل هيبقى هتحس ان انت بتفكر بقى تفكير اوروبي شويه. بس لما نشوف بقى النسخه دي هيبقى ايه عامله ايه. انا مش عارف ايه اللي هيحصل بصراحه. الدوري المصري ده حدث ولا حرج. ده الصراحه يعني انا يعني فعلا والله العظيم انا مش لاقي حاجه اقولها. الاهلي لعب 12 مباراه ولا مش عارف ترتيبه ال 12. انا مش يعني انا بقيت مش عايز ابص على جدول الدوري. مش عارف كل الدوريات اللي في العالم قربت تخلص. الدوري الانجليزي فاضل له 3 ماتشات، الدوري الاسباني فاضل له ماتش، الدوري السعودي فاضل له 4 ماتشات او 5 ماتشات والهلال يحسم الصداره. الدوري الاسباني فاضل له ماتش والريال يحسم الصداره. الدوري الانجليزي احنا لغايه دلوقتي مش عارفين. يعني انا مش فاهم. ده اكتر من نص الدوري لسه يعني مش فاهم والله العظيم. اكتر من نص الدوري حقيقي لسه ما اتلعبش. 34 جوله، تخيل الاهلي لاعب من يوم 12 جوله. طب انا مش فاهم ايه يعني. اكتر نادي لاعب جولات 20 جوله، 20 ماتش. اكتر نادي. يعني انا فعلا يعني انا مش عارف الدوري المصري ده فين. يعني لسه بنسمع الدوري السعودي ودوري روشن السعودي ومش عارف وايه وايه وايه، والدوري المصري على فكه حاجه يعني تحرق الدم يعني الصراحه يعني. بجد يعني الاتحاد المصري لكره القدم المفروض ينتبه للموضوع ده يعني. انا مش فاهم في ايه. طب ما افريقيا ماشيه كويس يا عم، انت ليه بتعطل الماتشات يعني؟ ما تمشيها يا عم.